والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي طلاب أولى ثانوي، فرسان أولى ثانوي، إن شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الثالث، عوامل قيام الحضارات. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا حبايب قلبي طلاب أولى ثانوي. النهاردة درسنا سهل وبسيط جدا، وبيتكلم عن عوامل قيام الحضارات. يعني ايه يا مستر كلمة عوامل؟ كلمة عوامل يعني الأسباب اللي أدت إلى قيام حضارة. الأسباب اللي أدت إلى قيام حضارة. طب هي عامل واحد ولا عوامل؟ قال لك لا، دي عوامل كتير هيأت الظروف كلها علشان يبقى فيه حضارة. عوامل قيام الحضارات. منح الله سبحانه وتعالى المنطقة العربية بتاعتنا كل دي العديد من المقومات والعوامل. العديد من المقومات والعوامل التي ساهمت في قيام حضارات. ساهمت في قيام حضارات مزدهرة بين حضارات العالم القديم. طب تعال نبص كده، ادي الخريطة بتاعتنا. تعال نبص من اعظم الحضارات الحضارة الفرعونية طبعا، وما بنقولوش كده علشان احنا مصريين ابدا، لكن لو هنبص على الخريطة هنلاقي ان احنا كان عندنا حضارة المصرية، حضارة بلاد اليمن، حضارة فينيقيا اللي هي سوريا وفلسطين، حضارة العراق القديم. معظم الحضارات بتاعتنا كانت في المنطقة العربية. طب المنطقة العربية دي ربنا سبحانه وتعالى عطاها مقومات ساعدتها ان يكون عندها حضارة. تمام؟ ايه هي نوع المقومات دي؟ نوع المقومات كتير. مقومات طبيعية، ومقومات بشرية. الاتنين اتحدوا مع بعض عطونا حضارة. ما ينفعش الطبيعة ذات نفسها تكون موجودة من غير مجهود بشري وتدينا حضارة. لازم الاتنين مع بعض، دول عاملان أساسيان، حاجة أساسية علشان يكون في حضارة. ايه الفايدة اللي انا عندي نهر نيل، ولا عندي موقع جغرافي ولا مناخ، وما عنديش مجهود يستثمر هذه الموارد؟ طيب عندي بشر وعندي مجهود بشري لكن مفيش مقومات طبيعية. الاتنين دول عوامل أساسية. العوامل اللي عندنا زي ايه؟ وجود الأنهار، ده طبيعي ولا بشري؟ الأنهار طبيعي. الأنهار ساعدت على الزراعة، ولما الإنسان عرف الزراعة استقر، عملت حضارات. يبقى الزراعة كانت سببا في الاستقرار، والاستقرار بفضل نهر النيل قامت على حضارة النيل أو حضارة الفرعونية القديمة. وعندنا حضارة دجلة والفرات في العراق. يعني وجود الأنهار أدت إلى قيام حضارة. كلام جميل. الموقع الجغرافي المتوسط للعالم القديم. نرجع تاني كده هنبص ان الحضارات العربية موجودة في نص قارات العالم. موجودة في قارة افريقيا وفي قارة اسيا. طب يا مستر في اوروبا؟ هقول لك ان هي كانت في سهولة للاتصال باوروبا وحضارة اليونان والرومان. تمام؟ موقعها ده ادى الى التواصل الحضاري مع جيرانها. الموقع الجغرافي المتوسط للعالم القديم، اعتدال المناخ وملائمته للنشاط البشري.
اعتدال المناخ. اعتدال المناخ مهم جدا لقيام الحضارة. حبيب قلبي، انت لو الجو حر عندك والجو حر جدا بتطلع من البيت؟ لا. تقدر تعمل مجهود؟ ده انت من اقل مجهود بتلاقي نفسك عرق. طب هات النقيض، لو الجو عندك تلج تقدر تعمل مجهود؟ ابدا. لكن امتى بتقدر تعمل مجهود؟ لو الجو معتدل، لو الجو بتاعك معتدل. يعني اعتدال المناخ ادى الى ايه؟ ادى الى النشاط البشري، وجود مجهود بشري، مجهود بشري، عدم وجود حواجز او موانع طبيعيه، عدم وجود حواجز او موانع طبيعيه بين اجزائها، مما عزز التواصل بين الشعوب. حواجز طبيعيه، عدم وجود بين حدود مصر، عدم وجود حدود او جبال او موانع طبيعيه زي الجبال. لو في جبال على مصر ده هيعيق التواصل مع الحضارات الاخرى، صح ولا لا؟ يبقى عدم وجود حواجز ادى الى التواصل. طب ما دام في تواصل هيحصل تأثير وتأثر. تأثير وتأثر ايه؟ تأثير وتأثر بالحضارات الأخرى. تأثير وتأثر بالحضارات. عدم وجود حواجز أدى إلى التواصل. التواصل هيؤدي إلى إيه؟ تأثير وتأثر بالحضارات. وفرة الثروات المعدنية وصخور ومعادن، بالإضافة إلى النبات والحيوان مما أتاح الفرصة لاستثمارها. طب تيجي ندي مثال. إيه هو المثال بتاعنا؟ الأهرامات، المعابد. اتبنت الحاجة دي منين؟ من الأحجار. تمام قوي. الأحجار بتاعتهم. الأدوات البنى كانت من إيه؟ من المعادن. لولا وجود الأحجار والمعادن كان هيبقى فيه آثار؟ لا. هيبقى فيه شاهد على الحضارة؟ لا. يبقى من ضمن عوامل الطبيعية وفرة الثروات المعدنية. كفاح الإنسان، وده أهم حاجة. الإنسان قدر يستثمر يستثمر ايه؟ يستثمر الموارد الطبيعية دي كلها ويعمل بيها ايه؟ يعمل بيها حضارة. وبما ان مصر صاحبة اقدم حضارات العالم القديم، هندرس عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة. احنا اتفقنا على حاجة، ان في عوامل لقيام الحضارات ككل. في عوامل لقيام الحضارة ككل، سواء حضارة مصرية أو حضارة فينيقيا أو حضارة بلاد اليونان والرومان أو بلاد إيران أو بلاد النهرين، بلاد العراق القديم. تمام؟ إيه هي العوامل؟ قلنا العوامل الطبيعية: نهر النيل، موقع جغرافي، مناخ، عدم وجود حواجز، وفرة الثروات المعدنية والأحجار، الكفاح البشري. الكفاح البشري دي عوامل قيام أي حضارة. طيب احنا النهاردة هندرس عوامل قيام الحضارة الفرعونية القديمة. يعني ايه اللي خلى موجود في حضارة في مصر؟ اول حاجة قلنا، اول حاجة عوامل طبيعية وعوامل بشرية. يبقى عندنا عوامل طبيعية وعوامل بشرية، الاتنين اتحدوا طلعوا لنا ايه؟ طلعوا لنا حضارة. العوامل الطبيعية زي مين؟ نهر النيل،
ده في مصر. نهر النيل موقع جغرافي، ثروات معدنية، حدود طبيعية، المناخ. كل واحد من دول من العوامل الطبيعية دي أثرت في قيام الحضارة. كل حاجة من دي أثرت في قيام الحضارة. نهر النيل أثر في قيام الحضارة وأثر في المصريين. الموقع الجغرافي أثر في التواصل مع المصريين وبدأ يحصل تأثير وتأثر. ليه؟ هندرسوا الموقع الجغرافي عمل إيه في مصر وفي الحضارة ذات نفسها. الثروات المعدنية استغلها الشعب المصري في قيام المعابد والأهرامات. الحدود الطبيعية الآمنة، وده ساعدها على إيه؟ ساعدها على عدم اعتداء الأعداء عليها. المناخ بالاعتدال، وده أثر في إيه؟ أثر كمان في الآثار. كل واحدة من دي هندرسوها. طب العوامل البشرية، العوامل البشرية بتتلخص إن الإنسان المصري كان محب لوطنه. استطاع المصري القديم أن يستثمر. يعني إيه؟ يعني يطوع كل المقومات لبناء الحضارة. ما هيأه الله في قيام حضارة عظيمة أبهرت العالم. لغاية دلوقتي الكلام سهل جدا وبسيط وما فيهوش أي حاجة. تعالى بقى ندرسه كل واحدة من دي. نهر النيل عمل ايه؟ موقع جغرافي عمل ايه؟ المناخ عمل ايه؟ الثروات المعدنية، الحدود الطبيعية. أول عامل من العوامل الطبيعية ده اللي هو أثر في قيام الحضارة. ده السبب، إن هو السبب الرئيسي في إنه يقيم الحضارة. مين هو؟ نهر النيل العظيم. ركز معايا في كل كلمة في الفيديو دوت من أول هنا هقولها. يرجع سر عظمة نهر النيل وأهميته إلى، يبقى في سر وفي عظمة لنهر النيل وليه أهمية. إيه السر بتاع نهر النيل؟ قال لك والله سر نهر النيل وعظمته إن هو بينحدر من الجنوب، من جنوب مصر إلى شمالها. طب لما ينحدر نهر النيل يجري كده من الجنوب إلى الشمال ويصب المية بتاعته في البحر الأبيض المتوسط. نهر النيل وهو معدي بيجيب ايه؟ بيجيب ميه، وايه تاني؟ بيجيب طمي. يعني جايب ميه وطمي. الميه والطمي اترسبت على الجوانب بتاعته، عملت ايه؟ عملت سهول فيضيه. يعني ايه سهول فيضيه؟ يعني اراضي زراعيه. الأراضي الزراعية عملت إيه؟ عملت زراعة. الزراعة عملت في إيه في الإنسان؟ عملت استقرار. ولما الإنسان استقر حصل إيه؟ حصل حضارة. يبقى سر عظمة نهر النيل في انحداره من الجنوب للشمال هو جريان المياه معها الرواسب الطينية وترسبت على جانبي نهر النيل، فكونت ايه؟ السهول الفيضية اللي هي الارض الزراعية. ومن هنا عرف الانسان الزراعة، ولما الانسان عرف الزراعة بدأ في الاستقرار عمل ايه؟ عمل حضارة. السؤال ليكم وتجاوبوا لي عليه تحت. ماذا كان يحدث إذا انحدر نهر النيل من الشمال إلى الجنوب؟ ها؟ وقف الفيديو وفكر فيها واكتب لي في التعليق تحت. أنا عارفكم طلاب الفرسان طلاب أذكياء، طلاب أذكياء يعني. سيبوا لي التعليقات وانا هجاوب لكم عليه. يبقى سر عظمة نهر النيل تكوينه الطبيعي، فهو ينحدر من الجنوب للشمال حاملا معه
الماء والطمي الذي ساعد على قيام الزراعة. بس يعني عمل زراعة وبس، مية وطمي بس. طب ما نرجع تاني كده ونقوله حاجة كده ايه لطلاب الفرسان. نهر النيل، نهر النيل، نهر النيل عمل ايه؟ جاب معاه ماء وطمي. طب لما جاب ماء وطمي اتكون عندي ايه؟ اتكون عندي سهول فيضية. السهول الفيضية عملت ايه؟ قلنا عملت اراضي زراعية، الانسان عرف الزراعة. طب لما الانسان عرف الزراعة عرف حياة الاستقرار. الانسان لما استقر اتكونت ايه؟ اتكونت حضارة. طب هو نهر النيل عمل ميه وطمي، عمل سهول فيضية في الزراعة والحضارة، دي حاجات طبيعية ولا بشرية؟ تدخل بشري؟ طبيعية. الإنسان لما تدخل في الماء والطمي، الإنسان حول الماء والطمي دي إلى إيه؟ إلى فخار. يبقى نهر النيل، نهر النيل عرف الإنسان الإيه؟ الزراعة. وكان ليه إسهامات في إيه؟ كان ليه إسهامات في إيه؟ ليه إسهامات في إيه؟ في الصناعة. يبقى نهر النيل فضله على المصريين مش في الزراعة بس، وإيه تاني؟ والصناعة. وإيه تاني؟ والصناعة. ده يعني ليه إسهامات اقتصادية، ليه إسهامات اقتصادية. ايه هي اسهاماته الاقتصادية؟ الزراعة لغاية دلوقتي احنا عرفناها. ايه تاني؟ وفي الصناعة لما تدخل الانسان بالماء والطمي قدر يعمل فخار. لغاية دلوقتي سهلة؟ سهلة. اكتسب المصريين منه قيما. اكتسب المصريين منه قيما. يعني ايه قيم؟ يعني اخلاق. الله 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 الله، ده مش ليه اسهامات اقتصادية بس، وليه اسهامات تربوية. ليه اسهامات تربوية. ايه هي اسهامات نهر النيل التربوية؟ ان اكتسب المصريين منه القيم، يعني الاخلاق. تمام؟ ايه هي القيم؟ اول حاجة الوحدة والتضامن. المصريين اتعلموا الوحدة والتضامن من نهر النيل. ازاي يا مستر؟ قال لك بص يا باشا، نهر النيل كان بيجي والمية بتاعته كتيرة، فكان بيغرق الأراضي الزراعية. طيب الفلاحين المصريين كان مجهودهم كله بيضيع في أيام الفيضان، فالمصريين فكروا قالوا نعمل ايه علشان نهر النيل ما يغرقش الارض بتاعتنا. قال لك بس بسيطة، اعمل ايه؟ اعمل جسور. فبدأوا المصريين يتحدوا
لمقاومة الفيضان، وبنوا سدود وجسور لتخزين مياه الفيضان وقت الحاجة. وده بيدل على ذكاء المصريين. ذكاء المصريين في ايه يا مستر؟ ان المصريين بيقدروا يحولوا المحنة الى منحة. المحنة الفيضان، المنحة ان انا استفاد من مية الفيضان وقت الجفاف، وفي نفس الوقت ما خليش المياه الفيضان تغرق الاراضي بتاعتي. وده بيدل على عظمة المصريين في طريقة حل المشكلات. سهل يا باشا. حيث كان فيضان النيل سببا في توحد، يعني تكاتف، جهود المصريين. ليه يا مصريين هتتكاتفوا؟ علشان نقيم جسور ونحافظ على مياه الفيضان. بدل مياه الفيضان ما تروح مننا، لا احنا نخزنوها وقت الحاجة. فعاشوا شعبا واحدا عبر التاريخ. تمام كده؟ تمام كده؟ يبقى المصريين قدروا يحولوا المحنة إلى منحة. نهر النيل علمهم الوحدة والتضامن. في إيه؟ في الأخطار الطبيعية. الأخطار الطبيعية. نهر النيل علمهم إيه؟ علمهم التكافل والتكامل. أكملك يعني أديك اللي ناقصك، واكفلك يعني أديك برضو اللي ناقصك. التكافل والتكامل بين المصريين في ايه؟ نهر النيل هيعمل ايه؟ ساعد نهر النيل المصريين على تبادل المحاصيل. تبادل، ركز على كلمة تبادل. فنشطت التجارة الداخلية. الله 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 الله. يعني نهر النيل ليه إسهامات زراعية، وليه إسهامات صناعية، وليه إسهامات تجارية. يعني نهر النيل كان عامل من عوامل النشاط الاقتصادي، عامل من عوامل النشاط الاقتصادي زراعيا وصناعيا وتجاريا. وتجاريا داخلية وتجارية خارجية. ساعد نهر النيل المصريين على التبادل. طب التبادل ليه يا مستر ما قلتش التنوع؟ قال لك يا حبيب قلبي نهر النيل مهمته انه يسقي الارض يطلع نبات، تمام، لكن التبادل التنوع ده اللي بيعمله المناخ. تنوع المحاصيل، ركز في الكلمة دي بتجيب ناس ياما. تبادل يبقى نهر النيل، تنوع المناخ بيؤدي إلى تنوع المحاصيل، فيحصل تبادل. فيحصل تبادل. مصر المناخ بتاعها معظمه الإقليم الصحراوي الحار. نهر النيل بيعمل ايه مع المصريين؟ عمل تبادل، ما عملش تنوع. ليه يا نهر النيل؟ قال لك اصلك انا مهمتي روي الارض، دي مهمتي انا بس، تمام، لكن مهمة المناخ تنوع المحاصيل الزراعية.
طب انت يا مناخ بتتنوع المحاصيل، معظم الاقليم او مناخ مصر معظم مصر الاقليم الصحراوي الحار. معظم الاقليم او مناخ مصر الصحراوي الحار. فمعظم المحاصيل بتكون واحدة، ولكن هنا بس على البحر المتوسط هنا اقليم البحر المتوسط. فاللي هنا المحاصيل اللي هنا غير اللي هنا. طيب مين اللي يوصل؟ نهر النيل. فحصلت نهر النيل يعمل تبادل. نهر النيل ده الطريق اللي يؤدي الى التبادل. تمام. نهر النيل بيعمل كذا حاجة. اول حاجة التبادل، دخوله في شتى المجالات الاقتصادية، وعلم الإنسان المصري قيما تربوية: الوحدة والتضامن، التكافل والتكامل. ايه تاني؟ التواصل مع بينهم ومع الآخرين. تواصل يعني نهر النيل ساعد في قيام التواصل والتبادل الحضاري مع الدول المجاورة. ساعد وجود نهر النيل على الاهتمام ببناء السفن. ايه ده ده تاني حاجة في الصناعة اهي. يعني نهر النيل عرف الإنسان صناعة الأواني الفخارية اللي هي الأستراقة، وعرفوا ايه كمان؟ بناء السفن التي يحملها طيار نحو الشمال وتدفعها الرياح الشمالية السائدة نحو الجنوب. ده الإنسان المصري كمان ده استغل ايه؟ استغل طاقة الرياح في تسيير المراكب. يبقى الإنسان المصري ما بناش سفن بس، وقدر ازاي يحركها عن طريق الايه؟ عن طريق الرياح. يا ولاد اللعيبة يا مصريين، ده انتوا شعب جبار. يعني انتوا كمان خدتوا نهر النيل وعرفتوا اتجاه الرياح، واستغليتوا الرياح ذات نفسها في التبادل التجاري. قال لك احنا بنينا السفن الشراعية ووجهنا الشراع نحو الجنوب، والرياح الشمالية ودتنا ناحية الجنوب. ايه يا باشا، ده احنا المصريين. ونشر حضارتهم في البلاد المجاورة. تعتقد المصريين نشروا الحضارة بتاعتهم عن طريق نهر النيل فين؟ في فينيقيا، حضارة فينيقيا، ولا حضارة بلاد اليونان والرومان، ولا حضارة بلاد الرافدين، ولا حضارة إيران؟ قال لك لا، ده استغلوا نهر النيل لمرور نهر النيل بالسودان لغاية الحبشة أثيوبيا. يبقى نهر النيل كان سبب في التواصل الحضاري مع الدول الجنوبية من قارة أفريقيا. يا ابن الايه، كل ده إسهامات نهر النيل؟ طبعا، كل دي الإسهامات من العوامل الطبيعية اللي ربنا عطاها للمصر وعطاها للمصريين، وقدر المصريين يستغلوا نهر النيل في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية، وتعلموا منه كمان قيما تربوية وتواصل المصريين وتماسكهم مع بعضهم البعض.
فحدث التأثير والتأثر التي تميزت به الحضارة المصرية القديمة. اتأثرنا بحضارة السودان والسودان اتأثروا بينا، ده التأثير والتأثر. ولكن تميزت الحضارة المصرية أو الحضارات عامة بحاجتين مش عايزين ننسى. ايه؟ اسمع. الهوية الثقافية والهوية الدينية. الهوية الثقافية والعقيدة الدينية. شفتوا نهر النيل عمل ايه؟ يلا بينا على اللي بعده. الموقع الجغرافي. مصر متوسطة قارات العالم القديم، قلب العالم القديم، قلب القارات القديمة. من القارات القديمة؟ أفريقيا وآسيا وأوروبا. أفريقيا وآسيا وأوروبا. مصر في القلب. القلب يوزع للكل. القلب يوزع للكل. مصر بمثابة القلب، وما دام مصر القلب وهي فعلا القلب، تبقى هي الاتصال بها سهل، والحضارات تتواصل معها اسهل واسهل. ليه؟ قال لك اصلك ملتقى قارات الثلاث، اسيا افريقيا اوروبا. بص يا باشا، مصر اهي، خليني ارسمها علشان طلاب الفرسان. مصر اهي، وهنا اليونان والرومان مثلا. مصر من موقعها المتميز ان هي بتقع بقى في قارة افريقيا، صح كده؟ مصر في قارة ايه؟ افريقيا. مصر في قارة افريقيا هي بوابة الشمال لقارة افريقيا. صح كده؟ طب سينا، الجزء ده، سينا في قارة ايه؟ سينا تقع في قارة اسيا. يبقى مصر ملتقى بين ايه؟ بين قارة افريقيا وقارة اسيا. اللي عايز يوصل لافريقيا بيعدي على مصر. من الحضارة اليونانية لازم يعدي على مصر. ليه تعدي على مصر؟ مش اغنية شادية اصله ما عداش على مصر، لا، ده لازم يعدي على مصر. ده شرط اساسي يعدي على مصر. ليه؟ اصلك مصر البوابة الشمالية لقارة افريقيا. طب اللي عايز يوصل اسيا، مصر معاك يا باشا. عن طريق مين؟ عن طريق شبه جزيرة سيناء. طب اللي عايز يتواصل مع اوروبا، معاك يا باشا، معاك في كل جنب انت عايزه. عن طريق ايه؟ عن طريق البحر المتوسط. يبقى موقع مصر متميز ولا مش متميز؟ متميز يا متعلمين يا بتوع الثانوية. يبقى مصر ملتقى قارات العالم الثلاث وشرحناها. تطل على بحرين مهمين، بحر الأحمر والبحر المتوسط. طب البحر المتوسط أدى إلى سهولة التواصل الحضاري مع مين؟ مع أوروبا. البحر الأحمر مع حضارة اليمن وحضارة شبه الجزيرة العربية والمنطقة العربية دي كلها. تمام؟
أدى موقع مصر الجغرافي المتميز إلى سهولة الاتصال والتأثير والتأثر. يبقى احنا عندنا اتنين عملوا على سهولة التواصل الحضاري، عندنا اتنين أدوا إلى سهولة التواصل. مين هما؟ نهر النيل. ومين تاني؟ البحر الأحمر. ومين تاني؟ البحر المتوسط. يعني التلاتة دول يا مستر اسمهم ايه؟ مسطحات مائية. يعني التواصل الحضاري كان عن طريق المسطحات المائية، سواء مياه عذبة أو مياه مالحة. تمام كده؟ نيجي لواحد بقى أنا بحبه شخصيا والله يرحمه، اسمه العلامة جمال حمدان الله يرحمه. ده عبقرية المكان من كتاب شخصية مصر لجمال حمدان. الراجل ده كان عالم، جاء وصف لنا مصر، قال لنا مصر حجر الزاوية في الثلاثية القارية. حجر الزاوية يعني ايه؟ حجر الزاوية يعني قلب العالم، يعني الأساس في القارات العالم. فمصر الدولة الوحيدة يعني تتميز مين؟ تتميز مصر إنها تلتقي فيها قارتان، أفريقيا وآسيا، التقاء، ملتقى، مكان واحد. عايز تخش آسيا من مصر، عايز تخش أفريقيا من مصر، وتقترب منها القارة الأخرى اللي هي أوروبا، وتقترب منها الثالثة اللي هي أوروبا. فهي بوابة مشتركة لأفريقيا وآسيا. بوابة مشتركة لأفريقيا وآسيا. لأفريقيا ليه؟ عشان هي في الشمال، البوابة الشمالية لأفريقيا. وآسيا ليه؟ عشان عندها شبه جزيرة سيناء. تمام؟ وهي المدخل الحقيقي لأفريقيا من جهة الشمال. والنيل هو النهر الوحيد الذي بفضله تصبح مصر المدخل الوحيد إلى قلب القارة الأفريقية. عرفتوا بقى نهر النيل مهم كمان ليه؟ يبقى نهر النيل كمان مكانه استراتيجي. ليه استراتيجي؟ لأنه مدخل لقارة أفريقيا، كما أن لها طريقان لآسيا، ربنا يستر، لا يقلان أهمية وخطر في نفس الوقت. طريقين لآسيا مكانهم مهمين وفي نفس الوقت خطرين على مصر. مهمين ليه؟ مهمين للتواصل التجاري والحضاري بين مصر وآسيا. خطرين ليه؟ لأن معظم حروب مصر جت من عن طريق المدخل لآسيا. اتفتحت مصر في العصر الإسلامي من الطريق رفح من عند آسيا. تمام؟ 67 احتلت سيناء من عن طريق آسيا.
فالطريق ده حتى من ايام الفراعنه والهكسوس برضك جت قبائل رعويه في اسيا. يبقى الطريق ده مهم وفي نفس الوقت خطر. طريق مهم وفي نفس الوقت خطر. ليه مهم؟ قلنا عشان دوت التواصل التجاري والحضاري مع مصر مع قارة آسيا. تمام؟ خطر ليه؟ علشان معظم حروب مصر جت من عن طريق آسيا. فشمالا هناك طريق سوريا والعراق بكل ثقله وتفرعاته، وجنوبا هناك طريق غرب شبه الجزيرة العربية الذي يطوقها جميعا حتى الخليج، ومصر الوحيدة التي يقترب عندها أطول بحرين، بحر أحمر وبحر متوسط. تمام يا باشا؟ فيها حاجة؟ خش على اللي بعده. الثروات المعدنية، ودي كانت غالية عند المصريين القدماء. دي بتتقدر من المصريين القدماء. ليه يا باشا؟ لأن الأحجار والمعادن استخدموها المصريين القدماء في بناء حضارتهم، في بناء معابد، في بناء الأهرامات. تمام؟ وفي بناء. والمعادن عملوا منها ايه؟ الذهب عملوا منها حلي. يعني ايه حلي؟ عقبالك يا بطه انت واختك وقبل ما تتخطبي معادن ذهب. وربنا يكفيكم شر النحاس، لان لو شرطوا الالف تبقى نحس، وربنا يكفيكم شر النحس. ربنا يوعدك بعريس كويس وعريس امور يجيب لك ذهب، ما يجيبلكيش نحاس ويقول لك ده ذهب. الحديد، طبعا الحديد ده ليك انت يا حبيبي لو مش هتجيب الذهب. وغيرها تقلقوش. يبقى الصخور، جرانيت والرخام والاحجار الكريمه. المعادن ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويجيب لك ذهب ويبعد عنك النحاس، وان شاء الله الحديد هتتجابي فيه انت عشان انت جبت الذهب، وربنا يكرمكم جميعا. كانت الصخور والمعادن اغلى الثروات بالنسبه للمصري القديم. ليه اغلى؟ يعني مهمه جدا، مش اغلى ثمنا، هي اغلى ثمنا ومهمه جدا برضو. استخدمها الانسان المصري في ايه؟ في الصناعه، صناعه ادواته وبناء الاهرامات، صناعه الحلي، نحت التماثيل. يبقى كانت بتستخدم للمصريين القدماء في شتى نواحي الحضاره. الحدود الطبيعيه. بص يا ريس، بص يا فرسان انت واختك فارسه. حدود طبيعيه يعني الحد الطبيعي لمصر، الحدود الجغرافيه لمصر. فوق هنا البحر المتوسط، في الشمال. في الشرق هنا البحر الأحمر. هنا صحراء شرقية، هنا صحراء غربية. تمام؟ حدود الطبيعية لمصر: البحر المتوسط شمالا، الجنادل. يا مستر ايه كلمة جندل دي؟ يا مستر كلمة جندل انت تشتمنا؟ جنادل مفرد جندل. الجنادل يا حبيب قلب انت وهي يعني كتل صخرية، كتل صخرية ضخمة تعترض مجرى نهر النيل جنوبا. وقف 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 بقى. مالك يا عم جندل؟ قال لك انا صخرة كبيرة. على عيني وعلى راسي يا باشا، خير. انا والله بعترض مياه نهر النيل. بتعترض مياه نهر النيل
يعني انت يا جندل لما بيجي الفيضان يا جندل بتشيل الميه تشيل ميه الفيضان، يعني سد طبيعي يا جندل؟ قال لك انا بمثابه سد طبيعي. يعني كنت بحمي الانسان المصري من خطر الفيضان. وعلى فكره مصر ما كانتش فيها جندل واحد، ده كانوا عدة جنادل. طيب هما الجنادل كده عملوا صد طبيعي، تمام، بيحمي مصر من ايه؟ من خطر الفيضان، ودي من عند ربنا. يعني ده عامل ايجابي ولا سلبي؟ قال لك والله ايجابي. امال ليه السلبي للجندل؟ امال ليه السلبي للجندل؟ قال لك الله، هو مش نهر النيل ده المصريين عملوا فيه سفن عشان يجروا ناحية الجنوب وتبادل تجاري وتكافل وكرامة والدنيا حلوة؟ فالمصريين ماشيين بالسفن، ايه اللي يحصل؟ يقابلهم عم الجندل، اقف يا ابني انت وهو، ما انتش حدش فيكم ماشي، يا عم جندل سيبنا نعدي، الجدع فيكم يحركني، الجدع فيكم يحركني. فعم جندل كان يمنع، عم جندل كان يمنع مرور التجارة. وعم جندل كمان يعمل ايه؟ يمنع تواصل الحضاري. طب عم جندل كان ليه تأثير إيجابي. إيه تأثيره الإيجابي؟ حماية المصريين من خطر الفيضان، ودي حاجة طبيعية. عم جندل كان يمنع التجارة، السفينة اللي معدية اقف يا ابني انت مش ماشي. ليه يا عم جندل؟ قال لك والله انت مش هتمشي من هنا، لو جدع حركني. طبعا المصريين القدماء اخترعوا له ونسفوا الجندل اساسا، ما بيوقفهمش عنهم حاجه. المصريين ما عندهمش يما ارحميني، بارليف هاتوا بالميه على طول، ان جاله جفاف اديله محلول. يمنع التواصل الحضاري، مش هتوصلنا نوصله حضارتنا يا عم جندل؟ تبركن انت بقى شويه على جنب كده، ولا غلطه انسفوا. عندها البحر الاحمر شرقا، يبقى عرفنا الجنادل ليها سلبيات وايجابيات. البحر الاحمر شرقا، الصحراوات شرق وغرب، وادي النيل. طب الحدود الطبيعيه دي بقى، بحر الاحمر والجنادل والصحراوات دي عملت ايه؟ دروع واقيه، دروع واقيه للمصريين. دروع يعني حصون، حصون ايه؟ حصون طبيعيه. لمين؟ للمصريين، علشان يقدروا يدافعوا عن بلادهم ومقاومة المعتدين والطامعين في خيراتهم. طب لما يدافعوا عن بلادهم ويقدروا يقاوموا المعتدين والطامعين، يحصل عندهم استقرار وأمن، يحصل عندهم استقرار وأمن. يلا بينا خش على اللي بعده. المناخ. المناخ وله تأثيره كبير جدا على المصريين القدماء، من العوامل الطبيعية المهمة. المناخ أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية، ولما تنوعت المحاصيل الزراعية بقى ده اللي في الشمال يدي فاكهة واللي في الجنوب يدي قمح، فحصل تبادل عن طريق نهر النيل. تمام؟ اعتدال، جفاف، اختلاف، اعتدال، جفاف، اختلاف. الاعتدال ساعد على النشاط البشري، الاعتدال ساعد على النشاط البشري، تمام. الجفاف
عمتك عفاف. الجفاف ساعدت على الحفاظ على الآثار. هتساعدي على الآثار ازاي يا جفاف؟ احنا طلاب أولى ثانوي وطلاب الفرسان وبنحب نفهم. كلمة جفاف يعني الريح ما فيهوش بخار مياه. تالت حاجة معانا في المناخ اختلاف درجة حرارة الفصول. اختلاف أدى إلى تنوع. اختلاف أدى إلى التنوع. اختلاف درجة حرارة الفصول يعني تنوع المحاصيل، فأدى إلى إيه؟ أدى إلى الرخاء الاقتصادي. أدى إلى الرخاء الاقتصادي. رخاء اقتصادي اللي فوق عنده فاكهة واللي في الجنوب تحت عنده قمح وشعير. طبعا تاخد فاكهة وتديني شعير؟ قال له ماشي. بسبب ايه الكلام ده؟ بسبب اختلاف ادى الى التنوع. اختلاف درجة الحرارة ادى الى تنوع الغلات. تمام يا باشا؟ بسيطة. يلا بينا. عوامل بشرية. طبعا من غير كل العوامل الطبيعية دي ومفيش عوامل بشرية مفيش حضارة. مفيش حضارة. العوامل البشرية بتتمثل في الإنسان المصري المحب لوطنه. طب المصري دوت بيحب وطنه بالكلام؟ لا، بالأفعال. ايه الأفعال؟ المجهود. بيحب وطنه بمجهوده، هو اللي بين حبه لوطنه. مجهوده دوت عمل فيه ايه؟ عمل فيه تسخير. يعني ايه تسخير يا مستر؟ يعني جعل كل المقومات تخدمه لصالحه. قدر يسخر المقومات الطبيعية دي، يعني يطوع المقومات الطبيعية علشان يقدر يخدم بيها بلده. وعن طريق ايه كل ده؟ ان هو بذل مجهود. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. يا عيني يا سيدي. وأنفق المصريين القدماء الكثير من الوقت لإنتاج أعظم حضارة. فكان الجهد والكفاح، دول شرط الجهد والكفاح شرط قيام حضارة في المجهود البشري. يبقى الجهد والكفاح هما حجر الأساس. حجر الأساس في إيه؟ في قيام حضارة مصرية قديمة. ومن ثم لم تكن مصر هبة النيل. مصر هبة النيل بس؟ يعني مصر بسببها لها فضل في النيل؟ لا، مصر هبة النيل والمصريين أيضا. يبقى كلام هيرودوت ناقص. كلام هيرودوت ناقص في ايه يا مستر؟ ان مصر هبة النيل والمصريين ايضا، وليس النيل هو هبة مصر. الكلام ده غلط. الكلام ده صح. فلولا جهد المصريين وكفاحهم وحبهم لوطنهم ما باقي لهم حضارة. المصريين ما كانش هيبقى ليهم حضارة.
مفيش جهد مفيش حضارة. مفيش جهد مفيش حضارة. تمام؟ بتبذل مجهود في ثانوية عامة هتوصل للكلية اللي انت عايزها. لازم في سعي، لازم في جهد، هتوصل للي انت عايزه. ولحد هنا نكونوا خلصنا الدرس الثالث بعنوان عوامل قيام الحضارات. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.